ماما انا صايمه بس عايزه اشرب ميه عادي. لا يا حبيبتي، احنا في رمضان، وفي رمضان بنصوم عن الاكل والشرب عشان نحس بالفقرة. بس انا بشوف فقرا بيشربوا من حنفيه الجنان. انا سلمى حسين، مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصيه كأم في عرفتي تربي. رمضان كريم عليكم كلكم، واهم حاجه ممكن نوصلها لاولادنا في الشهر الكريم ده ان الصوم مش ان احنا ما ناكلش وما نشربش بس. الصوم هو تهذيب لكل الحواس وتدريب للإنسان علشان خاطر يتحكم في نفسه قبل كل حاجة. طبعا الكلام ده لو قلناه بالطريقة دي لبنتنا أو لابننا هنسمع نفس الكلام اللي احنا كنا سامعينه من شوية. هنعمل ايه بقى علشان خاطر نوصل الفكرة أو الفلسفة دي لولادنا عن رمضان؟ خليكم معايا، هقولك على كام حاجة كده ممكن تعمليها انتي والولاد مع بعضكم، وهتساعدكم على التواصل مع بعض بدل قعدة المسلسلات ليل ونهار. ورقة وقلم واكتبي معايا بقى يا ست الكل. رقم 1، هتثبتي كده شوية مهام لكل طفل، زي ان احنا لما بناكل اي فراخ او لحمة حد من الولاد يكون مسؤول انه يجمع العظم والجلد بتاعهم ويحطهم في كيس بلاستيك ويشيلهم في التلاجة، وبعد كده تنزلوا مع بعض وتاكلوا الكلاب والقطط في الشارع. بس اوعوا تقربوا منهم قوي علشان خاطر الحوادث بعد الشر. الاكل انتوا ممكن تحطوه في طبق فل انتوا عارفين ان الكلاب والقطط ممكن تكون بتتجمع فيه، ويا ريت يكون جنب صندوق الزباله عشان خاطر ما نوسخش اي حاجه. طب واحده فيكم هتقولي ايه علاقه رمضان باننا ننزل ناكل الكلاب والقطط في الشارع؟ كده طفلك هيتعلم الحنيه والاحساس بالغير. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وفي رمضان تحديدا. رقم 2، خلي عندك دايما ازايز بلاستيك تحطي فيها ميه او بخاخه للزرع، وتنزلوا تسقوا الزرع اللي جنب البيت او في البلكونه عندكم. ويا سلام بقى لو في شويه وقت ومزاج كمان نبخ عليه شويه ميه ونروق عليه، وبكده طفلك هيتعلم الإحساس بالمسؤولية. رقم 3، انزلي السوبر ماركت مع الولاد واشتري أطباق فل وفويل، ودايما في آخر الأسبوع تقفوا مع بعض في المطبخ وتشوفوا بواقي الأكل الموجودة في التلاجة وتقسموها بوجبات شكلها حلو، وتحطوا معاها معلقة وشوكة وسكينة بلاستيك وتقدموها كوجبات إفطار أو سحور للناس في الشارع. أنا دلوقتي قلتلك على 3 أفكار ممكن تقضي بيها وقت مفيد وكويس مع أطفالك. انتوا بقى اكتبولي في الكومنتات على أفكار تانية.